الخطوره ديال هذا المشروع قانون تتجلى في كونه يعني فيه واحد النفحه انتهازيه، بمعنى انه الناس اللي جابوا هذا المشروع قانون وحطوه على طاوله المجلس الحكومي، الغرض منهم هو انهم يخدموا مصلحه ديال واحد اللوبي اقتصادي، وانهم يحكموا القبضه ديال هذا اللوبي الاقتصادي على العنق ديال الحكومه، ويجعلوا من الحكومه حكومه خاضعه لهم، ويجعلوا من الحكومه حكومه اسيره في سجنهم، ويجعلوا من الحكومه حكومه يعني عباره عن سخار ديالهم. الناس كتستغل هذه الفتره هذه باش المغاربه هما ساكتين ملهيين مع الحجر الصحي، ملهيين مع الوضع الاستثنائي اللي كتعيشوا البلاد وكيعيشوا العالم، بالتالي يحاولوا ما امكن انهم يمروا داكشي اللي بغاو يمروا، باش ما يجيش شي واحد شي نهار يقول لنا علاش عباد الله زايدين في الثمن ديال هذه الماده، وعلاش زايدين في الثمن ديال هذه الماده، وعلاش زايدين في الثمن ديال الماده الاخرى، وما يجيش شي واحد يحتج على شي شركه من الشركات اليوم اللي هي كتمثل الوجه الجديد للاستعمار الجديد في بلادنا. فمع الاسف الحكومه تسير في هذا الاتجاه، والحكومه يعني توطن يعني ارجل الاستعمار الجديد في البلاد من خلال واحد المجموعه من المشاريع. لذلك من الان تثبتوا معنا، هو هذا القانون الا كان المحتوى تنقولها عاوتاني صحيح غادي تتعرض على البرلمان، الا تعرض على البرلمان خاص البرلمانيات والبرلمانيين ياكدوا امام الشعب المغربي انهم كيخدموا المصلحه ديال المواطنين والمواطنات. لحد الان نعتبر انه الوثائق اللي يعني طالعنا عليه على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي هي وثائق غير رسميه، وهذا كيأكد على ان الحكومه اليوم كتبين على سوء النيه ديالها، لانه المفروض ان اي مشروع قانون غادي يتم العرض ديالو لا على المجلس الحكومي او لا على البرلمان الا وكيتفتح فيه واحد النقاش عمومي بين كافه الفاعلين وكافه المختصين اللي يمكن يكون عندهم رأي في هذا المشروع قانون. بالتالي الحكومة لحد الآن لم تفتح أي باب للنقاش فيما يتعلق بهذا المشروع قانون المسمى ب 2022. إذا احنا اليوم تعليقنا ورأينا يتعلق فقط بما سرب إلينا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، ورأينا يتعلق بالمحتوى الذي اطلعنا عليه على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. والحكومة مسؤولة أمام هذا الوضع، لأنه المفروض اليوم البارح هذا الشيء خرج دازت 24 ساعة، كان المفروض اليوم الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير العدل اللي هو معني بهذا القانون، كان المفروض اليوم الحكومة بشكل عام رئيس الحكومة يخرجوا تصريح او توضيح فيما يتعلق، اذا كان هذا الشيء غلط يقولوا لنا هذا الشيء راه غلط، اذا كان هذا الشيء كاين بصح يقولوا لنا راه كاين وراه حنا اللي بغينا لكم الخير، راه غير نتوما ما فهمتوناش. فهذا الشيء اللي المفروض يكون. فمع الاسف الحكومه تلتزم الصمت، هذا يؤكد سوء النيه ويؤكد على انه الحكومه مع كامل الاسف الى كان ذاك المحتوى الذي سرب للراي العام هو الصحيح وهو الحقيقه، فطامه كبرى ومصيبه وكارثه، لانه كيبين بانه حنا كنشتغلوا مع ناس ما تيبغيوش الخير للبلاد وما كيبغيش خير للمواطن. الدليل هو انه اختاروا هذه الظرفيه هذه باش يناقشوا هذا القانون. اليوم القانون ديال هذا القانون على حساب المعلومات اللي عندنا، او هذا مشروع القانون على حساب المعلومات اللي عندنا، كيتم التقديم ديالو من طرف وزير العدل يوم 19 مارس الماضي، يعني الوقت اللي كان كيتم المناقشه فيه ديال القانون ديال الطوارئ. معناه انه كاينه سوء نيه وهاد الناس غاديين بنا الحيط. الخطوره ديال هذا القانون اولا هو يقوض كل المجهودات التي جاء بها الدستور المغربي ديال 2011. هو قانون يتنافى مع يعني مضامين الدستور، خصوصا
25 اللي كيضمن للمغاربة الحق في التعبير، الفصل 29 الحق في الاحتجاج، الفصل 37 يعني يتعارض مع مجموعة من الفصول اللي كيتضمنها الدستور ديال 2011. ثم أنه يعني يتعارض مع المواثيق الدولية اللي صادق عليها المغرب واللي كيعترف بها المغرب. نهضروا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويمكن نتكلموا على المادة 19. المادة 19 أيضا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ثم أن هاد الخطورة ديال هذا المشروع قانون تتجلى في كونه يعني فيه واحد النفحة انتهازية، بمعنى أنه الناس اللي جابوا هذا المشروع قانون وحطوه على طاولة المجلس الحكومي، الغرض منهم هو أنهم يخدموا مصلحة ديال واحد اللوبي اقتصادي، وأنهم يحكموا القبضة ديال هذا اللوبي الاقتصادي على العنق ديال الحكومة، ويجعلوا من الحكومة حكومة خاضعة لهم، ويجعلوا من الحكومة حكومة أسيرة في سجنهم، ويجعلوا من الحكومة حكومة يعني عبارة عن سخار ديالهم. علاش؟ الدليل هو أنه اليوم هذا القانون ملي كنقلبوا المحتوى ديال داك المواد اليوم اللي معروضة علينا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، كيبان بأنها يعني كيبان بأن داك المحتوى لا يخدم مصلحة جهة يعني معينة غير الجهة اللي تضررت من الحملة ديال المقاطعة. والتذكير فقط، راه هذا المحتوى راه كان تم التضمين ديالو في اطار داك المدونه الرقميه اللي كان جا بها الوزير العالمي انذاك، وتم التصدي لها من طرف الرأي العام. كانت محاوله اخرى ديال الاقحام ديالها في قوانين اخرى، وتم التصدي لها. اليوم الناس كتستغل هذه الفتره، داكشي علاش قلت بانه فيه نفحه انتهازيه. الناس كتستغل هذه الفتره هذه باش المغاربة هما ساكتين ملهين مع الحجر الصحي، ملهين مع الوضع الاستثنائي اللي كتعيشوا البلاد وكيعيشوا العالم، وبالتالي فكيحاولوا ما امكن انهم يمروا داكشي اللي بغاو يمروه، باش ما يجيش شي واحد شي نهار يقول لنا علاش عباد الله زايدين في الثمن ديال هذه الماده، وعلاش زايدين في الثمن ديال هذه الماده، وعلاش زايدين في الثمن ديال الماده الاخرى. وما يجيش شي واحد يحتج على شي شركه من الشركات اليوم اللي هي كتمثل الوجه الجديد للاستعمار الجديد في بلادنا. فمع الاسف الحكومه تسير في هذا الاتجاه، والحكومه يعني توطن يعني ارجل الاستعمار الجديد في البلاد من خلال واحد المجموعه من المشاريع. الا لاحظتي بانه هذه الحكومه هذه من نهار بدات وهي كتشتغل على المشاريع اللي هي ضد المصلحه ديال المواطنين. يمكن لي نتكلم على اللغه، كيفاش تم الفرض ديالها، يمكن نتكلم على واحد المجموعه باش ما نبقاش نديطاي. كاين واحد المجموعه من القوانين اللي تم الفرض ديالها واللي هي كتخدم المصالح ديال الجهات. مع الاسف الشديد هذه الجهات تنتفع من خلال يعني تعاونها مع الحكومه ومع المسؤولين داخل الحكومه، وتعاونها الخارجي ايضا، باش ما نكونوش كنغطيو الشمس بالغربال. طبعا انا هنا في هذه المساله انا ما تنبغيش ينطبق علينا المثل ديال انا اشير الى القمر والاحمق ينظر الى اصبعي. لا يهمني من سرب، هذه مسؤوليه ديال الحكومه. بالتالي فالحكومه هي اللي خصها تقلب، الحكومه هي اللي خصها تقلب على الانسجام اللي داخلهم. ما في الواقع على حسب المعلومات اللي وصلت هو انه نهار تعرض هذا المشروع القانون على المجلس الحكومي يعني تمت الإحاطة ديالو بواحد السرية تامة وبواحد الدقة في تبادل المعلومة. إذا بهذا المشروع القانون أو هذا المحتوى يتم تسريبه إلى الرأي العام، من سرب هذا المحتوى خاص الناس ديال المجلس الحكومي اللي كان بينات يديهم والأمانة العامة للحكومة
وهما اللي يتفتح التحقيق في هذه الدائره بيناتهم. احنا لا يهمنا داك الشيء بعضياتهم، الخلاف اللي كاين وهذا الانقسام اللي كاين على مستوى الحكومه وهذا الشرخ اللي كاين، وجهه كتسرب محتوى او مشروع قانون او قرار لا يخدم مصلحتها، وجهات اخرى عاوتاني هذا الشيء الفيلم هذا يدبر راسهم بعضياتهم. احنا اللي تيهمنا هو انه اذا كان هذا المحتوى صحيح يجب التصدي له بكل ما اوتي الراي العام من قوه. كان المفروض انه هذا يعني المحتوى كان المفروض انه يتم، او هذا المشروع قانون كان المفروض انه يتم العرض ديالو على المجلس الوطني لحقوق الانسان، على المجلس الوطني للصحافه، الجمعيات الحقوقيه، يتفتح فيه نقاش عميق من اجل ابداء الراي فيه. لكن مع كامل الاسف الناس دارت شي شويه ديال، دارت ماشي شويه، دارت التكتم وانقلب السحر على الساحر. مع الاسف دابا منين كنقولوا المقاطعه اصابع الاتهام تتجه الى اللوبي الاقتصادي داخل الحكومه، بغاو ولا كرهوا راه هما متهمين، واخا يكونوا ما عندهم علاقه ولكن راه هما متهمين. المفروض انهم يخرجوا يوضحوا. ف منين كنقولوا بانه هذا المشروع قانوني يستهدف الحق في الاحتجاج والحق في حريه التعبير الى غير ذلك، وهو يستهدف بالاساس المنتجات، الدعوه، منع الدعوه الى مقاطعه منتجات، فهذا كيأكد على انه الناس اولا اوجعتهم الضربه ديال المقاطعه اللي كانت خلال السنتين الاخيرتين. ثانيا انه ما بغاوش هاد العمليه تعاود، لانه الا تعاودت غادا تكبدهم خسائر كبيره. شكون المتضرر داخل الحكومه؟ طبعا باين شكون المتضرر. كاين المتضرر اللي داخل الحكومه وكي يتحكم في زمام الامور داخل الحكومه، وكاين المتضررين خارج الحكومه ويتحكمون في زمام الامور من داخل الحكومه، وكاين المتضررين من خارج المغرب ويتحكمون في زمام الامور داخل الحكومه. وهذا الشيء كيعرفوه المغاربه، انا ما تنقولش شي حاجه جديده، المغاربه كاملين كيعرفوا هذه الحقيقه. لذلك فالغرض الاساسي هو انه ما يجيوش المغاربه يقولوا عباد الله هاد المنتجات غاليه وهاد الشركات يعني كتربح اكثر من القياس، وهاد الشركات راه كتنتفع على ظهر المغاربه، وهاد الشركات راه كتستغل هاد الريع الممنوح لها من طرف الحكومه باش تكتنز الاموال على حساب الفقراء وعلى حساب المساكين، وانها ما كتفتحش مناصب ديال الشغل وديال العمل جديده في وجه المواطنين، ورغم ذلك هي مستمره في الربح الى غير ذلك من المنافع اللي كتنتفع منها هي دون ان ينتفع منها الشعب المغربي. الا جا شي مغربي قال هذا الشيء هذا غادي يجيو يقولوا له اسيدي انت خالفتي هذا القانون اللي حنايا عندنا، اللي حنا فرضناه عليكم في فتره الحجر. هذا كيتسمى استبلاد المغاربه، وكيتسمى محاوله ديال استغباء الشعب المغربي. وهذا الاسلوب ما كيديروه الا اللوبيات الصحاح في العالم، وبالتالي فالمفروض انه اليوم نتصداو ليه بجميع الطرق. اليوم الا كان هذا المشروع او هذا المحتوى صحيح، وانا كنعاود نقولها، الا كان هذا المحتوى صحيح اليوم المسؤوليه امام مجلس النواب الا تقدم قدامه هذا المشروع القانون، وما يجيش باش نتفاهموا من دابا باش نكونوا واضحين. ما تجيوش في النقاشات على مستوى اللجان تستعرضوا علينا العضلات وديروا البرادفير مع بعضياتكم وتطلعوا لابار مع بعضياتكم، ويجيو التليفونات في اخر لحظه في الجلسه العامه وتعاودوا وتصوتوا لصالح هذا المشروع. فانا تنقولها من الان، حيت هذا السيناريو ولفناه، انا عشتو واحد الوقت وولفناه وحنا مازال كنعيشوه وباقيين كنشوفوه، فهمتي. وعشناه في مجموعه ديال القوانين، كانت واحد المجموعه ديال الفرق برلمانيه كتحيح كتغوت كتقول اللهم ان هذا منكر، لكن في اخر لحظه تقلب الراي ديالها. فلذلك من الان ثبتوا معنا،
او هذا القانون الا كان المحتوى تنقولها عاوتاني صحيح غادي تتعرض على البرلمان. الا تعرض على البرلمان خاص البرلمانيات والبرلمانيين ياكدوا امام الشعب المغربي انهم كيخدموا المصلحه ديال المواطنين والمواطنات وكيشتغلوا على اساس ان الحريه ديال المغاربه تكون هي اسمى ما يمكن يشتغلوا عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا